السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا امارات؟ النهاردة مع بعض هنعمل اكلة بسيطة جدا وغير مكلفة واكيد في متناول الجميع، وهي صينية اجنحة. هتعمليها تقدري تقولي عليها مقلية مشوية. الطريقة بتاعتنا بسيطة جدا والتتبيلة بتاعتها اقتصادية جدا ومش هتاخد معاكي وقت خالص. يعني تقدري تقولي كده هتتبليها وهتسويها وهتاكليها مش هتكملي نص ساعة في عمايلها، اقل من نص ساعة هتكون خلصانة. ويلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة. واول حاجة بتجيبي كمية الاجنحة المناسبة ليكي، بتغسليها كويس جدا بالملح والليمون وشوية من الدقيق، وبعد كده بتشطفيها وتحطيها في المصفى تصفي ميتها وتبدأي بقى تشتغلي فيها. واول حاجة بنعملها بقى دلوقتي هناخد الاجنحة كده ونقطعها نصين بالشكل اللي قدامك ده كده. هنقطع بقى كل الاجنحة بالشكل ده، هنمسكها كلها كده ونقسمها نصين. ودلوقتي بعد ما قطعنا الكمية كلها هننزل بقى بالبهارات. ومعانا هنا اول حاجة هننزل بمعلقة صغيرة من البابريكا، وكمان معلقة من الفلفل الاسمر، والبصل البودر، ومعلقة كمان من الكزبرة الناشفة، ومعانا هنا نص معلقة كبيرة كده من الثوم المفروم هنضيفها عليهم. الثوم دوت مع الفراخ بيدي ريحة جميلة جدا، وكمان ما بيخليش اي ريحة زفارة نهائي في الفراخ. وبعد كده هننزل بمعلقة صغيرة من الملح، وننزل برشة من الزيت، يعني قولي معلقتين كبار كده من الزيت. وهننزل كمان ب3 معالق كبار من الصلصة. في حالة لو انت ما عندكيش صلصة ممكن تجيبي طماطمتين كبار كده وتبشريهم وتضيفيهم عليهم، بيحلوا محل الصلصة. تمام كده. ودلوقتي هنقلب الأجنحة مع كل الإضافات اللي احنا حطيناها لها. نقلب بقى كده كويس جدا عشان خاطر تشرب من التتبيلة. وبعد ما قلبنا كده وخلصنا هنجيب صينية، اي صينية بقى، اي نوع صينية موجود عندك. مش هندهنها اي مادة دهنية، مش هندهنها حاجة خالص. وهننزل بالاجنحة بالتتبيلة بتاعتها على الصينية، وبعدين نمسكها بقى بالراحة كده واحدة واحدة كده ونرصها. وانتي بترصيها تخليهم جنب بعض، ما تخليش جناح فوق التاني، عشان خاطر لما تبقى الاجنحة كده متساوية هتبص تلاقيهم كلهم هياخدوا حمار موحد. لكن لما تحطي واحدة فوق التانية هتلاقي اللي فوق اللي عالية هتحمر جامد وممكن تتحرق كمان. لكن لما يبقى كلهم واخدين سوا واحد هتلاقي اللون موحد، والحمار بتاعهم بيبقى انت اللي تقدري تحكمي فيه، ما تلاقيش حاجة بتحمر عن التانية. فدايما لما تيجي ترصيهم ترصيهم في مستوى واحد. ودلوقتي قبل ما ندخلها الفرن هنجيب ربع كوباية مية، يعني حاجة بسيطة كده. هنحط كده بقين كده من المية في النص كده، هتبص تلاقي المية هتنتشر في الصينية كلها. وبعدين ندخلها الفرن. فايدة المية اللي احنا حطيناها بتخلي الفراخ ما تلزقش في الصينية، وكمان هتخلي الفراخ معاكي اللحم بتاعها طري. ودلوقتي بعد ما خرجناها من الفرن شايفة ما شاء الله جميلة خالص ازاي، والحمار بتاعها جميل جدا. هتيجي بصي بقى المية اللي احنا حطيناها هتلاقي الاجنحة بتاعت الفراخ ما لزقتش معاكي في الصينية، وكمان هتلاقيها طرية مش هتبقى ناشفة خالص معاكي. هتيجي تبصي بقى وانت بتاكليها كده هتلاقي الطبقة الفوقانية مقرمشة وقلبها من جوه طري. دلوقتي هنجيب صينية مع بعض كده ونشيلها من الصينية ونشوفها مع بعض. هتبص تلاقيها مش لازقة معاكي خالص اهو. شايفة اثناء ما احنا بنشيلها من الصينية كده، شايفة حمرة وجميلة خالص ازاي. وتشوفيها بقى كده تقولي مقلية مشوية، حاجة كده جمدان جميلة جدا بجد. وبالرغم من اننا حاطين لها شوية بهارات بسيطة جدا الا انهم ما شاء الله قايمين بالواجب من ناحية الريحة المنتشرة، وفي نفس الوقت مخلية طعمها جميل ورهيب. وبص كده هنمسك جناح كده مع بعض كده ونفتحه. بص كده ما شاء الله الطبقة الخارجية كده وانت بتقطعيه مقرمشة كده وجميلة.
ومن جوه بصي بقى شاهقة البياض، وتلاقيها كمان ايه قلبها طري. بجد ممتعة جدا في اكلها، وبسيطة وسهلة، وتقدري تعمليها في لحظات. وعلى فكرة الصينية قعدت معايا في الفرن حوالي 15 دقيقة، يعني ممكن تقعد معاكي من 15 ل 20 دقيقة، بس تكوني مسخنة الفرن في الاول. واتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة نال اعجابكم، واللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش يحط البصمة الحلوة، واللي بيشوفنا لأول مرة اتمنى ينورنا. واشوفكم الفيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.